السلام عليكم، حياكم الله اخواني الاعزاء، اسال الله لكم التيسير والتوفيق وتحيه للجميع. طاقة الرياح والموج البحري، طبعا انا تكلمت عن طاقة الرياح واعطينا افكار بسيطة رغم انها لم ترقى للمستوى الصح اني اشرح لكم بالتفصيل. والان نفس الكلام، مقطع هو للفائدة، هو حل أزمة إن وجدت في التيار أو في شحن البطاريات في منزل لشخص يكون قريب من البحر أو قريب من موج البحر، الناس اللي يسكنوا قريب من السواحل. فكرة بسيطة قد تكون مش مكتملة، ولكن هدف حسن دبوة توصيل فكرة، والباقي على الشخص إن يطبق هذا. تلاحظوا أنا ما حصلت شيء بيب، لفيت هذا الأنبوب، أنبوب عادي، هنا مروحة، ونتخيل هذه المروحة إنها مروحة طاقة رياح مثل هذه، ممكن تركب هذه حق مولدات الماء، ممكن تعمل هذه حق السياكل السوداء، هذه ممكن تعمل أي مولد في راسك يولد حدود 13-14 فولت من ابسط دوره. طبعا في مولدات سريعه مجرد ما تحركها من ابسط دوره تولد رياح. وطبعا ممكن يجيني واحد يقول يا حسن ايش الفكره هذه؟ اقول له انه هذا مجرد ما نحطها في البحر او في طرف الساحل، او لو في مثلا مكان مرتفع وتقدر تنزلها بعمق طويل. طبعا هذه تكون طولها 7 متر، 10 متر، 8 متر، اللي تبغى المقاس اللي تبغاه تسويها، وبالحجم اللي تبغاه. ممكن تكون اكبر من كذا. انا اليوم اعطي فكره بس. تنزلها في الماء، تنزلها في اسفل البحر او في مكان يكون غريق الماء شوي، نازل شوي، تنزل حدود 4 متر او 3 متر في الماء، ومع طلوع الموج بيدفع هواء وبيدور المروحة، ومع نزوله أيضا مع المد والجزر بيصير الريش هنا تدور حسب قوة الضغط الهواء أو ضغط الماء داخل الأنبوب. وطبعا أنا ما أبغى الماء يطلع، أبغى الهواء فقط. لما بيدخل المويه بيطرد الأكسجين وبيقوم بتدوير الريش هنا، والعكس بينزلها وتعمل لها دائرة تنعيم وتروح للبطارية. أنا جبت هنا بالدي موية فقط، إذا قدرنا نثبت التجربة بس. ماء للأسف البلاستيك مفتوح، ولكن تلاحظوا مجرد دخول الماء من الاسفل بيقوم بدوران المروحه، مجرد انسحابه ايضا بيقوم بدورانها بالاتجاه الاخر. اتمنى انه فهمتوا الفكره. مجرد المويه لما بيروح بيشفط المروحه وبيدورها، ومجرد ما بينزل بيدورها الجنب الثاني. وطبعا شرط ان تكون الماسوره حجم اكبر، وعمقها في الماء يكون مدروس، وفي الاعلى تكون طالعه ويثبت عليها محرك انتاج طاقة رياح. الشفرات بامكانك تلعب في الشفرات، تقدر بتعديل في الشفرات تخليها مع النزول تدور هنا ومع الطلوع تدور هنا. طبعا في لها طريقة ولكنها شوية صعبة، محتاجة المخرطة، ولكن انت خلك على هذه تدور كذا بتولد شحنة، والعكس بتولد شحنة عبر دائرة التنعيم، ما في اي مشكلة. يعني كذا بيروح السالب في مكانه والموج بيروح في مكانه، ما في اي مشكلة بدائرة التنعيم. أسأل الله لكم التوفيق وكل التحية، واعتذر لو عندي موية أو عندي مكان زي موج بحري كما تشوفون قوة الموج كيف بتدورها دوران سريع جدا، والعكس صحيح في العودة أو في النزول يعطيها دوران عالي. كل التحية للجميع، هذه للفائدة للناس اللي قريبين من البحر أو قريبين من أمواج البحر. كل التحية ودعموا القناة.